مساء الفل. تعالوا نعمل النهاردة فراخ بالصوص الأبيض بصدر واحد بس. حاجة كده يا جماعة عظمة، لازم تجربوها إن شاء الله هتعجبكم جدا. أول حاجة هنيجي في طاسة على النار وهننزل بشوية زيت صغيرين، ممكن سمنة وممكن زبدة. الزبدة هتبقى حلوة برضو. وبعدين هنقطع الصدر كده زي ما انتوا شايفين شرايح صغيرة، وهننزل بيه في الزيت. أهم حاجة يكون سخن عشان ياخد الصدمة وياخد لون كده ذهبي. هياخد على كل جنب 3 دقايق بالظبط تقريبا لحد ما ياخد اللون الجميل ده. طبعا بدون اي حاجة، مش هنحط بهارات، مش هنحط اي حاجة خالص. هو هياخد لون بس على كل جنب، لكل جنب 3 دقايق. وبعد كده هنطلعه من الزيت نركنه في على جنب. وبعد كده هنعمل الصوص اللي هقولكوا عليه دلوقتي. شايفين؟ اهم حاجة يكون الزيت سخن عشان ايه؟ ياخد صدمة على طول. عشان ايه؟ نحتفظ بالسوائل اللي بتبقى في قلب الفراخ. تمام. هنطلعها بقى في كده في حاجة على جنب. وبعد كده هنجيب معلقة دقيق صغيرة وهنقوم نازلين بيها في نفس الزيت بتاع الطاسة. طبعا يفضل ان احنا نصفيه عشان لو في اي شوائب ولا حاجة. هنقلبه كده لحد ما لونه يتغير معانا. بعد كده هننزل بكوباية مية بالتدريج. بعد كده هننزل بفنجان حليب او كريمة، يعني المتوفر عندكم مفيش مشكلة. هي طبعا كريمة الطهي بيبقى طعمها جميل، ولو حليب برضه هيبقى طعمها جميل برضه. يعني انا بقول لكم البديل هو كريمة، مفيش كريمة حليب عادي مفيش اي مشكلة. تمام. تمام كده. هنقلب بقى تقلبتين كده، وبعد كده ايه هنبهرها بقى برشة ملح ورشة فلفل اسود. تمام كده. هنقلبهم برضو تقلبتين. وبعد كده هننزل بالفراخ بتاعنا. طبعا الفراخ بعد ما احنا حمرناها ممكن نقطعها شرايح كده صغيرة ونحطها في الصوص، وممكن نحطها زي ما هي زي ما تحبوا. بس طبعا لو قطعتوها شرايح صغيرة افضل، يعني بتبقى سهلة كده وانتوا بتاكلوها. طبعا احنا ممكن ناكلها مع مكرونة، ممكن ناكل الفراخ دي مع مكرونة. ممكن ناكلها مع رز بالشعرية زي ما تحبوا يعني. هشيل كده من الصوص واحط على الفراخ. بعد كده هغطي عليها واسيبها 5 دقايق بالظبط، مش اكتر من كده. طبعا الفراخ رفيعة مش هتاخد وقت اصلا ان هي تستوي، وهي كده كده لما اتحمرت استوت. فاحنا بس ايه بنخلطها مع الصوص عشان ايه تاخد تشرب من الصوص وكده. بجد طعمها خطير جدا يا جماعة، جربوها تعجبكم جدا. وبعد كده اديتها شوية بقدونس فريش كده. لو مفيش فريش ناشف عادي مفيش مشكلة برضو، بيدوله ريحة حلوة. بجد عظمة. لو جربتوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. بس كده، لو ما عملتش لايك اعمل لايك وكتر الف شكر.